أسهل وأجمل قندورة تقدري تخدميها لهذا الصيف وزيد سريعة جدا تخدميها مامبا في 15 دقيقة ولا أقل. مرحبا بكم خياتي. هذا الموديل قراف شباب وزيد راه دارج بزاف السنة، يعني ماشي برك موديل هكا برك، راه ثاني داير هذا السنة وداير حالة. نسحقو 2 مترات ونص حتى ل3 تاع قماش، ونسحقو متر تاع لاغيبير. هذا ما كان تقدروا تجيبوا 1 متر ونص باش تخدموا الظهر والخلف. انا خدمت الظهر والخلف، الظهر والامام. انا خدمت فقط الامام. اول حاجه درتها اني قصيت 40 سنتيمتر. انا عندي هنا 3 مترات يجيني كلوش بزاف. 40 سنتيمتر باش نخدم فيها ليماج، ورحت طبقت الباقي تاع القماش على 4 كيما راكم تشوفوا. بعدها بالنسبه للطاولات دائما نعاود ونأكد انه كي تطبقوا عرضيا ما يجيهمش في الطول، اما لا بما انه شويه تاع كتف راح يكون مع ليماج باش نرسم الباترون الاساسي معاكم وتفهموا منين جبنا الفصاله وتفهموا منين جبنا كلش. راح ندير هذه الورقه عندها 12 سنتيمتر باش نفهمكم مليح كيف ما فصلنا هذا الموديل. ما نحبش ديريكت نبدا به، يعني نبدا ديريكت في الصاله تاع الموديل. كاينين المبتدئات ما يفهموش منين جبناها. على هذا نعوض لكم دائما شويه تاع قماش هنا بورق لانه ما نسحقوش، وبعد راح نرميه وبعد يجيني الطول سوا، يعني كامل هذا القماش ناخذه في الطول. اول حاجه خياتي، اول حاجه عندي طول تاع الصدر هو 25 سنتيم وطول تاع الخصر هو 42 سنتيم. هذه اول حاجه نديرها. ومن بعد الموديل فيه شويه بليات على مستوى تاع الصدر، اما لهنا راح نبتعدو بحوالي 5 سنتيمتر فقط. ديجا ما على باليش اسكو حطيت لكم لا فيديو اللي درت فيه 12 ولا ما حطيتوش، المهم ما شفيتش 5 سنتيمتر. هنا كاين دي موديل تبتعدوا اكثر على حسب الموديل اللي عندكم وعلى حساب هكا كي تشوفوا الموديل تعرفوا شحال تبتعدوا. هنا راح ندير القياسات العاديه: 19 سنتيمتر تاع الكتاف، 7 سنتيمتر تاع الرقبه، مايله الكتف اللي هو 2، نهبطوا هكا ب 25 كما قلت لكم، ونهبطوا بالخصر 42 سنتيم. نديروا دوره تاع صدر. شوفوا راني ناسيه هذيك الخمسه راكم تشوفوا فيها راني مخليتها. نديروا دوره تاع صدر تقسيم 4 اللي هي نورمالمون 28 سنتيم نورمالمون، هي 28 سنتيم هكا. راح ندير 29 سنتيم، نخلي حق الخياطه برك، ما نخليش حق لي باس، ما عندوش لي باس، ما عنده حتى حاجه. وراح واش خياتي راح نرسموا دوره تاع الباط كيما هكا راكم تشوفوا. بعدها نديروا دوره تاع الخصر ثاني، درت لها وقيله 27 سنتيم مع حق الخياطه بيان سور. نرسم ثاني هكا. هو موديل ما فيهش قصات بزاف، شويه برك، ولكن قراف شباب تبعوا معنا باش تفهموا مليح. ومن بعد ندير الكلاش نتاعي على حسب القماش اللي عندي كامل. وشوفوا هنا الرقبه نتاعكم كيما تحبوا تجيكم عريانه، كيما انا راح ندير حوالي 10 سنتيمتر في الرقبه، يعني كي نحلها تكون لي 20 سنتيم هكا خياتي هكا. هنا راح ناخذ 10 نمحيها في الرقبه، ومن بعد نروح نقيسوا هذا القياس المتبقي. كيما هنا عندي 9 سنتيم، نتوما خديتوا 7 تلقاو القيمه، كل ما خديتوا الرقبه تلقاو قيمه هنا. انا عندي القيمه هنا 9 سنتيم. شفاو عليها، شفيتوا عليها صاي. بعدها حبيباتي نروح هنا لدوره تاع الباط المتبقي، راح نسقمها، راح نديرها هكا شقولي، ما نديرهاش يعني على شكل منحنى. صاي كملنا. واش بقالي اني ندير الكلاش ونقص. اسهل من هكا ما كانش. راح ندير هكا نقص ونجبد الكتان نتاعي باش تكفيني الطاوله، وراح ندير هكا الكلاش نتاعي ونقص. يعني صراحه اسهل من هكا ما تلقوش. صاله سهله مهله وتخرجوا موديل بالطبع والشاب. هاد القطعه اللي قصيتها باش نخدم فيها ليماج. شوفوا اول حاجه عندي ليماج هذوما ما فيهمش لاستيك على مستوى تاع الكتف، ماشي كيما موالفين نديروهم. إمالا واش راح ندير؟ ما راحش نخلي حق لاستيك. عندي 12 سنتيمتر ياك، يعني راح تكون عندها 12 سنتيم. إمالا راح نبتعد هنا قبل ب3 سنتيم. علاه ابتعدنا ب3 سنتيم؟ لأنه هذه راح نعطفوها، وهذه راح نديرو 9 سنتيمتر. ومنين جبنا 9 من هذيك الرقبه اللي قلت لكم شفاو عليها، لانه هذا هو الكتف، ما تنساوش هذا هو الكتف. ومنها يبدا الطول الكلي تاع الماش نتاعنا اللي راح نديرو حوالي 28 سنتيمتر فقط. وهنا راح يكون عندي لاستيك من جهه تحت خلاص، من جهه تاع العضله تاع ليماج، يعني راح ندير لها حوالي 28 سنتيمتر. ومن بعد خياتي شوفوا هنا، شوفوا لي هنا، ركزوا لي مليح هنا في هذه النقطه.
لانه مهمه جدا. بما انه الموديل ما فيهش لاستيك راح ندي هنا 13. ياك شفيتو في الورقه دينا 12، هنا علاش دينا 13؟ اي الشطرات جاوبوني علاش دينا 13 في لي كومونتير، نلقى الاجابه. اي خياتي اي الشطرات. ومن بعد كي دينا 13 سنتيمتر راح نجيبو هذيك تاع الباط اللي قلت لكم نسقبوها ونديروا لها شقولي. شفيتوا عليها، شفينا عليها، هذيك راح نجيبوها ونحطوها هنا. وهنا شوفوا في 3 هذه البنات كي نعطفوها راح نديروا لاغيبور، يعني راح تخرج شويه لاغيبور. نعطف هكا وحنخدم هذا لاغيبور كيما هكا. اما لوش راح ندير لاغيبير ولا لاغيبور، المهم راح نقص منها شوي. يعني علاش نقصت هنا؟ لانه كي نعطف يدخل شوي ومن بعد لاغيبير راح تولي تاخذ محل هذاك القماش. هنا راح ندير هذه الدوره تاع الباط المتبقيه من القندوره ديريكت، يعني ما كان له نحسب، ندير هكا باش تكون الخدمه تاعي قد كيما هكا. وصاي نوصل النقطة هذيك تاع 28. جاوبتوني علاش درنا 13؟ لأنه درنا 12 الواحد هذاك راح يروح مع الخياطة كي نلصقوا ليماش. هذا ما كان. شكون يجاوب صحيح دوك نلقاكم في لي كومونتير. راح نقص ليماش ونروحوا على آلة الخياطة باش نشوفوا الطريقة تاع خياطة هذا الموديل حبيباتي مع بعض. اول حاجه راح نبدا لكم باليماش. راح نعطفهم هنا، الجهه اللي تتعطف نعطفها والجهه اللي ندير لها لاستيك ندير لها لاستيك. هذه الجهه تاع الكتف راح تتعطف، يعني هذه راح تكون شويه من الكتف وشويه من الرقبه. ومن بعد راح ندخل لها هاد لاغيبير هكا، لاغيبير هكا. دخلوا كيما تحبوا العرض، يعني كيما بغيتوا. انا راح نتبع موديل تاع الزبونه اللي مدتهولي، على هذا دخلت لها بهكا. تاني صدر كيف الظهر كيف نفس الشيء الخدمه. ومن بعد نروح للجهه المواليه تاع ليماش، هذه راح ندير ليها لاستيك، بصح ماشي لاستيك اللي نجبد مليح ويكون على الماش لاصق، لا لاستيك فقط للتزيين، شغل يدير لي هذوك اللي بلي في ليماش بدون ما يتوشي لي ليماش ولا بدون ما يتوشي لي اليد ويزير عليها. هكا نكمل حتى لتحت، خلاص نجبد غير شوي برك. ومن بعد خياتي نروحوا للامام ونشرح لكم كيف ما نخدموا الامام كذلك. انجو هنا للامام، عندي طول تاع لاستيك 24 سنتيمتر. تقدروا تنقصوا، تقدروا تزيدوا كيما تحبوا نتوما. راح نخيطوا كامل على هذاك الخط باش الرقبه نتاعي تتجمع وباش يخرج لي الرقبه نتاعي مزيره، ما تخرجش كبيره وعريانه كيما هكا توت حتى لتحت. خلاص بعدها خياتي راح نركب ليماش، ولا قبل ما نركب ليماش راح نركب لاغيبير. هنا لاغيبير ما ركبتهاش ديريكت على الكتان، يعني لاغيبير ما ركبتهاش ديريكت على الكتان قبل ما ندير لاستيك، لانه حابه نحتفظ بلا فورم هذيك تاع الرقبه مزيره. على هذا لاغيبير راح نركبها هكا، يعني فوق لاستيك وهو مكمش. ما نحبش لاغيبير تتكمش، لا حابه لاغيبير تخرج كيما هكا ماشي مكمشه. خلاص كيما هكا نكمل كامل خياتي. ومن بعد نركب لاغيبير ومن بعد نلاقي ليماش. بالنسبه لليماش ساهلين ماهلين، راح تركبيهم كيما هكا. ديجا هذا الموديل شاركت معكم الطريقه كيف ما نركبوا ليماش، شحال من خطره، ماشي وحده ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي ربعه هكا خياتي. بعدها كي نركب اليدين ولا كي نركب ليماش كيما هكا ندير لاغيبير على لاغيبير ونروح نخيط ديريكت. بيان سور اللي عندها السورجي تسورجي الحاله، نقي الحاله هذوك الخيوطه كامل، وثاني تفيني الخاتمه نتاعها من الداخل تخرج ليها بزاف شابه. ومن بعد شوفوا لي ماش يجوني قد كي تكون حسابات صحيحه ما تخافوش كلشي يجيكم قد. وبعد راح نلاقي منا لاستيك. شوفوا هذا هو لاغيبير نتاعي ولا هذا هو الموديل نتاعي. نزيد نلاقي الرقبه تاع الخلف بنفس الطريقه. نلاقي لي ماش اللي يجوا هكا مكروازين. شوفوا هذو هما لي ماش ركبتهم. واش راح ندير؟ راح القندوره نتاعي راح ولا لا روب نتاعي راح نبلعها من لي كوتي من جوانب. انا دائما نبلعها بلا سورجي ومن بعد نعاود ليها بالخيط، يعني ندير كيما هكا ونبلعها بلا سورجي نقيها كامل ونسورجي ثاني هذوك الخط تاع لي ماش مع القندوره وين لصقت وكلش.
يعني نبلع هكا بلا سورجين، نبلع معكم غير شوي ونروح نكمل بلا سورجين، نسورجيها كامل من الداخل هذوك لي ماش ونبلع منها ونقيس الطول الكلي باش نتاكد. اذا كان سوا صاي نسورجي ونعطف، اذا ماشي سوا راح نقص واش هو الزايد. بيان سور كيبقى لي هكا قماش من القندوره ما يضيعش، نديروه ليهم هكا الشوشو. الاخوات اللي عندي اللي ما بقى ليهاش للاسف ما ندير ليهاش شوشو. وهذا هو الموديل، شوفوا كيف ما خرج. هذا الموديل براتيك بزاف بالنسبه للحوامل، بالنسبه للمرضعات. هذا الموديل يعني ما راحش يخبركم كامل، راح يساعدكم بزاف. شوفوا هاد لاغيبور شغل ما راهيش مكمشه، التكماش يجي تحت لاغيبور. هذا هو الموديل، وزدت له حزام هكا من نفس القماش، والقماش يجيني هكا لارج من التحت. هذه هي لا روب. بالنسبه اللي حابه هكا تلبسها في الدار ولا تلبسها في مناسبه خفيفه ولا تقوم بها، شابه بزاف، وكاينين حتى اللي يخرجوا بها لانه روب باهيه خلاص. هذا هو الموديل خياتي، انتظرونا في فيديوهات اخرى موديلات بزاف شابه. مع السلامه. ولا قبل ما نروحوا حبيت نوري لكم لا كولور، شوفوا تاع الكتان الاولى ماشي هذه. حبيت نوريها لكم على البوبي مانكا برك، هي مولاتها شويه دبدوبه. هادو هما لي ماج كيف ما يخرجوا. هذا هو الموديل كيجي ملبوس لاغيبور كيف ما تجي، اللي تحب الرقابه تجي مبلعه تنقص في حجم تاع الرقابه. هذا هو الموديل خياتي جام.